سلام الله عليكم، مرحبا بكم في توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين إن شاء الله. أمطار الخيساء تعرفها بلادنا المغرب، زخات مطرية ورعدية. إليكم التفاصيل، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الاثنين أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا والجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، حيث سيكون مصحوبا بجليد أو بصقيع. وستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية بالأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير والسوس وجنوب الأطلس الكبير وبسفوحه الشرقية، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بكل من عبدة والشياض مصحوبة بأمطار خفيفة ومتفرقة. ومن المرتقب أيضا أن تنتشر سحب منخفضة كثيفة غرب الواجهة المتوسطية، حيث ستعطي أمطارا جد خفيفة محلية، كما ستهم تساقطات ثلجية كلا من مرتفعات الأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1600 متر. وستسجل باترية قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و2 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 2 و8 درجة بالواجهة المتوسطية والريف وبشمال المنطقة الشرقية والسيس وهضاب الفوسفات والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و 19 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 8 و 14 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من وسط وغرب الأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة وما بين أجلو وطنطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.